مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا رينا سليمان من شركه يرهم للخدمات العقاريه. بصوا، احنا دلوقتي خلي بالكم في مشكله كبيره جدا في الماركت، انا جاي اعرفها واعمل تنويه وتنبيه لناس كتير، بعض العملاء اللي فعلا بيتدبسوا في وحدات عقاريه. طيب ازاي احنا بنعرف الناس تعمل ايه؟ يا جماعه، في وحدات فعلا ما بتتباعش. يعني ممكن يبقى اسم الكومباوند كبير جدا، بس حضرتك شاري استوديو مثلا بسعر شقه 200 متر، ده حقيقي. فحضرتك ممكن تقعد جنب الشقه 5 6 سنوات عشان تتباع، في حين ان في يعني تبقى مثلا الاستوديو، هندي مثال بسيط، مثلا الاستوديو مثلا ب9 مليون، في حين ان في شقه 200 متر ب7.5، مش تتباع. طيب احنا محتاجين نعمل ايه؟ احنا محتاجين ان احنا لازم يكون معاك مستشار عقاري قديم في الماركت. ما تثقش في حد عنده سنه صغير لسه بيدرس ولسه داخل التسويق العقاري ويعمل لك بروكر. مش هيعرف يعمل لك اعاده بيع، صدقني مش هيعرف يعمل لك اعاده بيع. الماركت زحمه، الماركت فيه مشاريع كتير، الماركت اختلف تماما عن من 5 سنوات. انا بجيب لك ابعد مده، يعني كل سنه في ابديت جديد، ومع ذلك انا بقول لك الماركت عمال يختلف وبيتغير، وانت لازم تمشي مع السوق، محدش كبير على السوق. فقصه ان انت لقيت مشروع غير مدروس واستسهلت، فحطيت داون بيمنت وحطيت اقساط، مفيش مشكله انك عايز تشتري، بس اشتريت غلط. في شراء صح وفي شراء غلط. سيبك من اللي يقول لك اصل